رأيي أنهما أدنى من هذه الفاكهة رائحة وطعما. وأيهما أحب إليك، الأمين أم المأمون؟ المأمون يا سيدي. ولم يا أبا وهب؟ وكلاهما من صلبي. المأمون أكثر ذكاء وفطنة. ولم برأيك؟ وهما ينهلان من مؤدب واحد ويعيشان تحت سقف واحد. ألا يجد أمير المؤمنين كيف يخرج ثمر الشجر الذي يكون من نسلين مختلفين لذيذا ومرغوبا؟ أعرف ذلك. ألا يعلم الخليفة أن للبغل في سوق الكرخ ذكاء وفطنة كبيرين، لأنه نتاج تزاوج حمار وفرس؟ تكفيني الأولى يا أبا وهب، تكفيني الأولى، فلما أقحمت الثانية؟ أحسنت وأجبت يا أبا وهب. يكفي ماء يا سلمى. كما تريد. غدا سآتي بمن يحمل عنك هذا العبء. أتستأجر راعيا؟ وما الطير في ذلك؟ أتحضر من يقاسمنا أرباحنا؟ بل سآتي بمن ينزع عن كاهلك هذا التعب. كما تشاء. لو أنه... لما سكت؟ أقصد أنه لو... تقصد لو أن لدينا ولدا لهان الأمر، أليس كذلك؟ إنها أمنية، أليس الولد قرة العين ومهجة الفؤاد؟ لو بقي ذاك الجنين فأصبح شابا يافعا الآن. أماتته رحلة بغداد، كان الأجدى بك أن تبقي وأن أذهب وحيدا. ما الأمر يا عبيدة؟ لا أدري، لابد أنه قد حدث شيء ما في نصيبين. سأجل الأمر، انتظري. قل لي يا أبا وهب، ألست ابن عم لي؟ ألا تربطنا صلة الرحم والدم؟ إذا ما الذي دهاك حتى انتقلت مما كنت فيه إلى ما أنت عليه؟ نعمة أنعم الله بها علي. انظر، هذا حصان أنعم به الله علي. أم تطيه هكذا ودوروا به في الكرخ هكذا. هيا حسن، هيا. انظروا أمامي وعن يميني وعن شمالي. وماذا تشاهد في الكرخ؟ يشاهد أناسا فقراء وهم أغنياء، وأغنياؤهم فقراء. هل دللتني على الفقراء فأغنيهم؟ لن تراهم. ولما؟ يمنعك الحرس من النظر أمامك، وأنت لا تنظر إلى جانبيك. هيا يا حصاني، هيا. يمنعك الحرس من النظر أمامك وأنت لا تنظر إلى جانبيك. ما الذي يحدث خارجا؟ يبدو أن والينا قد ثار على الخليفة في بغداد، وأهل نصيبين يؤيدونه في سوادهم الأعظم. هذه هي البداية، لا أحد يعرف ما النهاية. النهاية معروفة، سيستقل الولي ويسلخ نصيبين وجوارها عن الخليفة، أو أن يبعث الخليفة بمن يقمع الثائر ويضع التابع. كل الاحتمالات واردة.
لماذا استرخيت؟ وغنمك؟ سأبقيه في الدار طبعا. أي مجنون أكون حين أخرجه للمرعى في مثل هذه الظروف؟ لما تفعل هذا؟ الحرب ضروس يا سلمى، ومؤيدو الوليد بن طريف كثر، والغنم ثروتي التي لا أملك غيرها. أتخشى عليها من المتحاربين؟ لما لا؟ لكنك لست طرفا في النزاع. في الحرب يا سلمى يباح كل شيء، والجنود جياع لن يتركوا ما يسد جوعهم. لم أسرق عمدا يا سيدي، لم أسرق عمدا. ويحك، أسرقت يا رجل؟ ما اسمك؟ علي بن جهم. من أين أتيت؟ من صحراء الحجاز. ولم سرقت؟ عضني الجوع وامرأتي في صحراء مقفرة، فأتيت إلى بغداد ألتمس العون. أتلتمس العون بالسرقة؟ دعه يا ابن الربيع، أكمل يا ابن جهل. أقبلت إلى سوق الكرخ وقد خارت قواي، وتقدمت من شواه وتوسلت إليه إلى ما يسد رمقي، فرفض، فسرقت سفودين وعدوت، فلحق بي صاحب الشرطة وألقى القبض علي، بينما التهمت سفودا بأكمله. ما رأيك يا ابن الربيع؟ هو سارق يعترف بسرقته يا مولاي. يا مولاي يا مولاي، لقد سرقت سفودا واحدا يا مولاي. من تسول له نفسه سرقة سفود واحد تشجعه على سرقة قطيع بأكمله. والله ما أدري حكم الله فيه. حكم السارق يا مولاي. أنا أدري. قل ما عندك يا أبا وهب. اعلم يا سيدي أن السارق نوعان، سارق عن مهنة وسارق عن حاجة. السارق عن مهنة تقطع يده، أما السارق عن حاجة فتقطع رقبة الحاكم. من أين لك هذا الحكم يا أبا وهب؟ هذا ما أتى به ذات مرة حاكم عادل من حكام المسلمين. لقد عفونا عنك. أدام الله الخليفة وحفظه. أمرنا بطعام لك ولعائلتك. حفظ الله الخليفة من كل مكروه. ما حاجتك؟ أن آكل وأحمل طعاما لعائلتي، وأن تعطيه نعاجا يرعاها وينتفع منها كي لا تمتد يده إلى مال غيره. أمرنا لك بعش من الغنم تعتمد عليها في معيشتك. شكرا يا مولاي، شكرا يا مولاي. كفاك ما أقدمت عليه مرة واحدة، كفاك. خذه يا ابن الربيع إلى مطبخنا يأكل منه حاجته ويحمل معه إلى عياله. شكرا يا مولاي، شكرا يا مولاي، شكرا. ما رأيك يا أبا وهب؟ أهذا الذي قمت به هو الصراط المستقيم؟ لم تصل إلى الصراط يا سيدي. أبو وهب، من هو الحاكم العادل الذي ذكرته؟ هيا يا حصاني، هيا هيا. يا أبا موسى، لقد توفي والدي وترك لي ولأخي 10 مكاييل من الحنطة، 6 لي والباقي لأخي. وما الضير في ذلك؟ الضير في الجرذان. الجرذان أكلت من الحنطة 6 مكاييل، فكيف نوزع 4 الباقية؟ علينا بقاعدة السعر والمسعر والثمن والمثمن، فالمكاييل 10 كانت هي المسعر، والتي أكلتها الجرذان كانت السعر، أما الباقي فهو الثمن. وأنت تبحث الآن عن المثمن. المثمن يساوي الثمن مضروبا بالمسعر مقسوما على السعر، فيكون الحاصل
لك مكيالان و4 من 10 من المكيال، والباقي لأخيك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. كل يا أبا وهب كل. أكلت فأكثرت. إلى أين؟ إلى سوق الكرخ. وماذا تفعل هناك في هذا الصباح؟ أتفقد أحوال الرعية. تقوم مقامنا وتعمل عملنا. يو يو. هيا حصاني هيا. السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام يا ابن الربيع. ما وراءك؟ من عسسنا في نصيبين يا مولاي. أفعلها الشيباني؟ الوليد بن طريف يثور علينا في نصيبين؟ ما الذي يريده ذلك السارق؟ إمارة يستقل بها يا مولاي. أغراه صقر قريش؟ والله لن أعطيه ما يبتغيه أبدا. يا ابن الربيع. أمرك مولاي. جهز عسكري وعتادي، سأذهب إليه في عقر داره منذ صباح الغد. أمرك مولاي.